بيبدأ الفيلم في القارة القطبية الجنوبية، وبيكون في مجموعة من علماء الطقس بيحفروا فوق جبل من الجليد، وده علشان ياخدوا عينات من الجليد ويعرفوا تأثير درجة الحرارة عليه. وفجأة الجليد بيتشقق تحت المكان اللي هما فيه، وده بيسبب فجوة كبيرة جدا، والجبل بيتقسم نصين، وبيكون في عالم اسمه جايسون على وشك انه يقع بين الجبلين، لكن اصحابه جاك وفرانك بيلحقوه قبل ما يقع. وبتكون العينات على الجنب التاني من الجبل، وبنعرف ان جاك هو قائد الفريق، وبيرفض انه يمشي ويسيب العينات اللي هم جمعوها. فبيقرر جاك ان هو ينط علشان يجيب العينات، ولكن ساعتها الفجوة بين الجبلين بتزيد، وبيكون صعب ان جاك يقدر يرجع لزمايله تاني، لكنه بيقدر ينط بأقوى ما عنده، وبيقدر انه يوصل للناحية التانية. وبعد فترة بيحضر جاك مؤتمر المناخ في الهند، وبيتكلم جاك قدام رؤساء دول العالم كلهم، وبيقول ان الارض هتمر بعصر جليدي جديد، وساعتها كل حاجة على الكوكب هتتجمد، ده بسبب ارتفاع الغازات السامة والملوثة في الجو، وانها تسببت في ارتفاع درجات الحرارة في الجو، وبالتالي بدأ يحصل ذوبان للجليد بكميات كبيرة. وده معناه ان الجو الدافئ هيختفي تماما، وهيرجع كوكب الارض للعصر الجليدي من تاني. ولما بيسألوه عن الوقت اللي فاضل علشان ده يحصل، فبيقولهم ان ده ممكن يحصل بعد 100 سنة، لكن لو دول العالم فضلت تستحمل البترول والشحن بتشغيل المصانع، فده معناه ان احفادهم هم اللي هيدفعوا الثمن بعد مئات السنين. وساعتها بيرد نائب الرئيس الامريكي على جاك، وبيقول له ان حلول للطاقة البديلة دي تكلفتها عالية جدا، واستخدامها ممكن يسبب مشاكل اقتصادية عالمية. وبيوصف نائب الرئيس كلام جاك بانه كلام للجدل مش اكتر، انه مش المفروض انه يتكلم على كوارث لسه ما جاتش ولسه قدامها مئات السنين، بدون ما يكون معاه دليل قاطع يأكد صحة كلامه، لان ده معناه ان الكوارث اللي هو بيتكلم فيها ممكن ما تحصلش اصلا. وبينتهي الاجتماع بدون ما يكون في اي حل للمشكلة. ولما بيخرج جاك من المؤتمر بيجيله عالم اسمه تيري، وتيري ده بيكون رئيس مركز ابحاث الغلاف في اسكتلندا، وبيظهر ان جاك سمع عنه، وبيقول انه معجب بكل ابحاثه. وبيقول تيري لجاك ان هو معجب جدا جدا بابحاثه ونظرياته اللي هو شرحها في المؤتمر. وساعتها اتفقوا يروحوا يقعدوا في مكان سوا علشان يتباحثوا في كل الكوارث اللي جايه للعالم. وبعد ايام بنكون في مركز الابحاث في اسكتلندا، وبيلاحظ موظف ان العوامل اللي في المحيط بتدي اشاره بانخفاض كبير في درجه الحراره، لكن زميله بيفتكر ان دي مجرد موجة برد قويه وتعدي. وعلشان كده لما بيوصل تيري للمحطه محدش فيهم بيبلغه باللي حصل. وبنروح لليابان وبنشوف كور ضخمه من التلج بتسقط من السماء، وبتنزل كور التلج دي على الناس اللي في الشوارع وبتموتهم. اما في امريكا فبتعلن نشرات الاخبار عن اعصار شديد جدا، واللي بيعتبر اقوى اعصار تم تسجيله في تاريخ امريكا، والاعصار ده بيتسبب في موت مئات من الناس. وفي محطه الفضاء الدوليه رواد الفضاء بيتصدموا لانهم بيلاحظوا انه في عواصف عملاقه ثلجيه بتتكون حوالين كوكب الارض، وبيبلغوا المصريين ان هم شايفين عاصفه ثلجيه قويه جدا هتدمر نص كوكب الارض. وفي نفس الوقت ده بيكون سام ابن جاك مسافر بالطياره ورايح نيويورك، وبيكون معاه زميلته اللي بيحبها وبيكون اسمها لورا، وبيكون معاه صديقه برايم، وبيكون كلهم رايحين لمسابقة علمية تبع المدرسة. وبيظهر ان سام بيخاف من الطيران، وبيخاف اكتر لما الطيارة بتخش جوه العاصفة وبتفضل تتهز، وبعدها بتزيد شدة الاهتزازات في الطيارة، وبتبدأ شنط الركاب تقع من اماكنها. ولحسن الحظ الطيارة بتخرج من العاصفة في وقت قليل، وبعدها بيتفاجئ سام ان هو كان ماسك ايد لورا طول الوقت ده بسبب الخوف. واول ما بيوصلوا نيويورك بيشوفوا حاجة غريبة جدا، وهي ان في مجموعة كبيرة جدا من الطيور في السماء، وبنشوف ان الطيور بتروح لاتجاه الغرب كأنها بتهرب من المدينة. وفي حديقة الحيوان الحراس بيلاحظوا ان الحيوانات بتتصرف بشكل غريب، وبتفضل تعمل اصوات غريبة، وبيبان ان هي خايفة من حاجة. وبعدها بيروح سام وزمايله للمسابقة اللي بتكون في احد المدارس الداخلية في نيويورك. وفي الوقت ده في اسكتلندا بيشوف تيري انخفاض كبير في درجات الحرارة في المحيط، وبيلاحظ اكتر من مكان فيه انخفاض كبير في درجات الحرارة. فبيقلق تيري جدا وبيتصل بجاك وبيعرفه باللي بيحصل، وبيقوله ان ده معناه ان نظريته بدأت تحصل بشكل كبير، وان كوكب الارض ممكن يتجمد بالكامل. بيتصدم جاك من اللي هو بيسمعه، فبيروح على جهاز الكمبيوتر ويشوف البيانات اللي بعتها له تيري، وبيطلب تيري من جاك ان هو يحلل البيانات دي باستخدام برنامج التنبؤ اللي هو اخترعه. وبنروح بعدها لمركز تنبؤ الطقس في لوس انجلوس، وبتيجي لموظف مكالمة من مراسل صحفي، وبيبلغه ان هو محاصر هو مجموعة كبيرة من الناس، وبيقوله ان السماء بتنقط كور كبيرة جدا من التلج، وبيطلب منه تفسير للي بيحصل، لكن الموظف ما بيردش عليه وبينهي المكالمة. وبعدها بيتصل برئيسه وبيصحيه من النوم، وبيطلب منه يشغل التلفزيون بسرعة. وساعتها بيتصدم رئيس المركز، وده لما بيشوف النشرة وهي بتعلن عن اعصار شديد جدا، وبيخرج بره بيته بيترعب لما بيلاقي اعصار ضخم جدا جاي عليه. وفي الوقت ده في مدينة نيويورك سام وزمايله بيشوفوا في التلفزيون اللي بيحصل في لوس انجلوس، وبيحصل ان في اعصار قوي جدا بيدمر العربيات اللي على الطرق،
ده غير ان في مباني بتنهار بسبب شدة الاعصار، وده بيسبب ذعر كبير جدا للسكان اللي بتجري بسرعة عشان يحموا نفسهم. وفي الوقت ده في واشنطن بيروح جاك لشغله وبيعرض على مديره فكرة برنامج التنبؤ بالكوارث، واثناء هما بيتكلموا مع بعض بيوصلوا لمكان بيكون متجمع فيه كل الموظفين، وبيكونوا كلهم بيتفرجوا على الاعصار اللي بيحصل في لوس انجلوس واللي بيكون دمر كل حاجة في المدينة تماما. فبيعمل مدير المركز اجتماع علشان يناقش حالة الطقس ويعرف رأي الباحثين والعلماء في اللي بيحصل، وبيقول لهم جاك ان الوضع هيسوء اكتر. فبيطلب المدير من جاك ان هو يثبت نظريته، وبيديله مهلة 48 ساعة علشان يشتغل على برنامج التنبؤ بالكوارث ويعرف مدى خطورة الظواهر الطبيعية اللي هتحصل. فبيتحرك جاك وفريقه بسرعة علشان يشتغلوا سوا على البرنامج، وبيفضل جاك شغال لمدة 24 ساعة متواصلة، وبيقدر هو زمايله ان هم يوصلوا لنتيجة مرعبة، وهي ان نص كوكب الارض الشمالي هيتجمد في وقت قريب. فبيتصل جاك بابنه في نيويورك علشان يطمن عليه، وبيعرف منه ان المدرسة هتنقلهم لمكان تاني، وده لان في حالة من الطقس السيء هتمر على المدينة. وبيفهموا جاك ان هو يحاول يسيب نيويورك في اقرب وقت، وده لان المدينة هتتعرض لاعصار قوي جدا ممكن يدمرها بالكامل. وفي الوقت ده في انجلترا بيكون في 4 طيارات متجهين للقصر الملكي علشان ينقلوا العيلة الملكية لمكان آمن، ولكن الوقود بيتجمد في الطيارات والمحركات بتقف، وبعدها بتتدمر الطيارات وبتقع الطيارات على الأرض وبتتدمر وبيموت كل اللي فيها. وبيظهر إن في طيار لسه عايش، وأول ما بيفتح باب الطيارة بيتجمد فورا وبيموت. وفي الوقت ده في مدينة نيويورك بيرتفع سطح البحر لمستوى عالي جدا لدرجة إن تمثال الحرية بيغرق تحت المية، وبعدها الإعصار بيجتاح المدينة كلها بالكامل، تغرق الشوارع كلها وحركة المرور بتتعطل. وفي الوقت ده الناس بتتحرك من المدينة ناحية المكتبة علشان يستخبوا فيها، وبعد لحظات بيسمعوا صوت عالي جدا في الشارع، ولما بيبصوا من الشباك بيتصدموا لأنهم بيشوفوا سفينة ضخمة جدا في الشارع غرقانة، وبيظهر إن طاقم السفينة مات بالكامل والسفينة خرجت عن السيطرة. تفضل السفينة ماشية بتدمر أي حاجة تحت منها لحد ما بتقف. وفي الوقت ده في واشنطن جاك بيقابل نائب الرئيس الأمريكي وبيديله ملف بيكون فيه آخر تطورات الموقف، وبيطلب منه إن هم يتحركوا بسرعة علشان يلاقوا حل. لكن نائب الرئيس بيتجاهل كلامه وبيدي الملف لواحد من مساعدينه وبيسيب جاك وبيمشي. وفي الوقت ده في المستشفى لوسي مرات جاك بتشوف اللي بيحصل في الأخبار، فبتترعب وبتخاف على ابنها سام، وبتروح لجاك بسرعة وبيحاول جاك يهديها. وفي الوقت ده بيكون جاك وأصحابه في المكتبة، وبيكون سام عايز يتصل بأبوه وأمه عشان يطمنهم، ولكن كل شبكات الموبايل بتكون عطلانة. فبيروح سام لموظفة وبيسألها عن مكان التليفونات العمومية، وبيعرف إنها موجودة في الدور الأرضي. فبيروح هو ولورا على هناك بسرعة، ولكنهم بيتفاجئوا ان المكان غرقان ميه، ومع ذلك بينزل سام في الميه وبيوصل للتليفون وبيفرح لما بيلاقيه شغال وبيتصل بابوه، وبيفرح جاك ومراته لما بيسمعوا صوت ابنهم. وساعتها بيطلب جاك من سام ان هو يفضل مكانه، وبيقول له ان درجه الحراره بتنخفض بطريقه رهيبه وده بسبب الاعصار، واي حد هيتعرض للاعصار ده هيموت متجمد. وبيظهر ان سام بيكون خايف من اللي بيحصل، وبيوعده جاك ان هو يروح له وينقذه. وبعدها بيجيب جاك المعدات اللي بيستخدمها لما بيكون في القطب الشمالي علشان يقدر يسافر ابنه وسط الاعصار. لكن فجأة بيدخل عليه مديره وبيقوله ان هو محتاجه علشان يشرح نظريته تاني. فبيقوله جاك ان هو شرحها اكتر من مرة ومفيش اي نتيجة، ولكن مديره بيقوله ان المرة دي هتشرح النظرية بتاعتك قدام الرئيس الامريكي. فبيوافق جاك وبيروحوا يحضروا اجتماع مع الرئيس الامريكي واعضاء الحكومة، وبيقول جاك ان الاعاصير هتستمر لمدة 7 ايام وبعدها حالة الجو هتستقر، ولكن ده بعد ما هيكون نص الكرة الارضية اتجمد تماما. فبيسألوا الرئيس على الحل المناسب، فبيقول له جاك ان هم لازم يخلوا كل سكان الولايات الشمالية ويتحركوا كلهم ناحية الجنوب، وانسب مكان دلوقتي يروحوا له هي دولة المكسيك. وساعتها نائب الرئيس بيتدخل في الكلام وبيطلب من جاك ان هو يركز في الامور العلمية ويسيب لهم هم الامور السياسية يتصرفوا فيها. لكن الرئيس الامريكي بيتجاهل كلام النائب وبيسأل جاك عن اللي هيحصل في سكان الولايات الشمالية. فبيقول له جاك ان الاوان فات خلاص وانهم مش هيقدروا ينقذوهم باي شكل حتى لو بعتلهم طيارات انقاذ، وده لان الوقود هيتجمد فيها والطيارات هتتدمر فورا، ومفيش حل لسكان الولايات دي غير انهم يفضلوا قاعدين جوا بيوتهم. وبيسمع الرئيس الامريكي كلام جاك وبيؤمر كل الولايات الشماليه بهجره جماعيه للمكسيك، وساعتها بتقفل المكسيك حدودها بسبب اعداد المهاجرين الكبيره. لكن السكان بيسيبوا اغلب حاجاتهم بيعدوا النهر علشان يوصلوا بسرعه للحدود المكسيكيه. وفي الوقت ده بيكون سام مع اصحابه وباقي الناس في المكتبه، وفجاه بيشوفوا ناس ماشيين على الجليد وبيتجهوا ناحيه الجنوب. فبيقرر اغلب الموجودين ان هم يروحوا معاهم، وبيحاول سام يفهمهم ان ده هيكون فيه خطوره كبيره جدا على حياتهم، وده لان ما ينفعش اي حد فيهم يتعرض للاعصار والا هتجمدوا كلهم على الفور. بس محدش بيقتنع بكلامه وبيسيبوه وبيمشوا. وبيظهر ان زمايل سام وعدد بسيط جدا من الناس هم اللي اقتنعوا بكلام سام، وبعدها بيجمعوا اكبر عدد من الكتب علشان يحرقوها ويدفوا نفسهم. وبنرجع لجاك اللي بيستعد علشان يسافر لابنه،
وبيتفاجئ ان فرانك وجانسون هما كمان هيروحوا معاه، وبيركبوا كلهم العربية اللي بيتحركوا بيها على الجليد واللي بيكون بتتحمل اقصى درجات الطقس السيء، وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيقربوا من نيويورك، لكنهم بيخبطوا في حيطان مبنى بيكون متغطي بالجليد وهما بيقدروش يتحركوا بالعربية اكتر من كده. وبيقول جاك لزمايله يحضروا معدات التزلج لانهم هيروحوا لنيويورك ماشي على رجليهم، وبعدها بيربطوا نفسهم في حبل وبيمشوا ورا بعض في صف واحد لانهم بيكونوا ماشيين في حطام المدينة وبيكون اتغطى بكمية كبيرة جدا من الجليد. وفجأة بينهار الجليد وبتقع المعدات في مبنى من المباني اللي اتغطت بالجليد، وبينزل فرانك وبينقذ زمايله اللي بيكونوا هيقعوا هما كمان. فبيحاول جاك وجايسون ان هما يسحبوه، ولكن فرانك بيلاحظ ان الازاز هينكسر تحت جايسون وهيقع هو كمان. فبيقرر فرانك ان هو يضحي بنفسه عشان زمايله يكملوا، فبيقطع الحبل وبيقع جوه المبنى وبيموت. وفي المكتبة لورا بتتعب جدا ودرجة حرارتها بترتفع، وبيعرف سام واللي معاه ان الجرح اللي في رجليها اتلوث، فبيقلقوا عليها وبيفضلوا يدوروا في الكتب الطبية علشان يلاقوا طريقة يعالجوها بيها، وبيعرفوا انها لازم تاخد مضاد حيوي او انسولين والا ان هم هيضطروا انهم يقطعوا رجليها. وبدون تفكير سام بيقرر ان هو يروح للسفينة اللي قدامهم، وده لان اكيد هيكون فيها غرفة اسعاف اولية وهيلاقي فيها علاج لحالة لورا. وساعتها بيقرر براين وزميله اللي اسمه جين ان هم يروحوا مع سام، فبيتحركوا كلهم بسرعة بيوصلوا للسفينة، وبعد ما بيدخلوها بيدخل وراهم مجموعة من الذئاب، والذئاب دي بتكون لسه عايشة لانها تقدر تتحمل حرارة الطقس السيء. وبيوصل سام وزميله عند غرفة الاسعافات الاولية ولكنهم بيلاقوا الباب متجمد، فبيخرج سام من شباك المدينة وبيتحرك على جسم السفينة لحد ما بيوصل لشباك غرفة الاسعافات الاولية، وبيقدر يكسر الشباك ويدخل للغرفة، وبيفتح الباب لزمايله وبيفضلوا يدوروا في الادوية لحد ما بيلاقوا الانسولين. لكن لما بيخرجوا بيهجم واحد من الذئاب على جي وبيعضوا في رجله، فسام وزميله بيشدوه بسرعة وبيقفلوا الباب بسرعة. وبعدها سام بيقرر انه يخرج من شباك المطبخ، وده علشان يشد انتباه الذئاب ليه ويبعدهم عن زمايله. وبيقدر سام ان هو يستدرج الذئاب اللي جوه السفينة لحد ما بيقدر يحبسهم جوه غرفة بعيدة. وبعدها بيرجع سام لزمايله وبياخدوا عوامة بيربطوا فيها جي وبيربطوها بحبل وبيفضلوا يسحبوها لحد المكتبة. وفي الوقت ده بيكون جاك وجايسون في طريقهم للمكتبة، وفجأة بيتعب جايسون وبيغمى عليه، وساعتها بيتفاجئ جاك ان الاعصار بيقرب اكتر، فبيتحرك بسرعة وبيسحب جايسون بكل قوته، وبيفضل يدور على اي مبنى يكون تحت الجليد علشان يستخبوا فيه من الاعصار لحد ما بيلاقي فتحة تهوية المطعم، فبيرمي جايسون فيها وبينط وراه بسرعة، وبعدها بياخده وبيستخبى جوه مطبخ المطعم. وبعدها بيولع جاك النار اللي في المطبخ علشان يتدفوا. وبنرجع لسام وزمايله اللي بيقربوا من المكتبة وبيدخلوها في اخر لحظة وبيقفلوا الباب بسرعة، وساعتها بيتصدموا لما بيلاقوا المكان حواليهم بيتجمد، فبيرموا كتب كتيرة جدا جوه الدفاية علشان يولعوا نار اكتر. وبعد شوية بيفوق جايسون وبيشكر جاك علشان انقذه، وبعدها بيكملوا في طريقهم للمكتبة. وبيجي الليل وبيعملوا خيمة وسط الجليد وبيباتوا فيها. وفي الوقت ده بنروح لمعسكر في المكسيك وبيكون فيه كل موظفين الحكومة الأمريكية، وساعتها بيوصل لنائب الرئيس خبر صادم، وده إن الرئيس وفريقه ماتوا في الإعصار وهم في طريقهم للمكسيك. وفي الوقت ده في محطة الفضاء بيلاحظوا رواد الفضاء إن العاصفة بدأت تنتهي، وتاني يوم بيخرج جاك من الخيمة وبيتفاجئ إن الشمس بدأت تظهر في السماء، فبيفهم إن الإعصار انتهى وإن كوكب الأرض بدأ يرجع لطبيعته. فبيتحرك هو وجايسون بسرعة وبيروحوا للمكتبة اللي سام وزمايله قاعدين فيها، ولما بيوصلوا هناك بيلاقوا إن المكتبة اتغطت بكمية كبيرة جدا من التلج، ولكنهم بيقدروا يدخلوا من فتحة صغيرة. وبيفضل جاك يدور على ابنه سام في كل مكان لحد ما بيشوف ضوء النار في غرفة معينة، فبيفتح جاك باب الغرفة وبيلاقي سام وزمايله لسه عايشين، وحتى لورا بتكون خفت وبقت كويسة. ساعتها بيجري سام وبيحضن جاك. وفي الوقت ده في المكسيك بيروح مدير جاك لنائب الرئيس الأمريكي وبيبلغوا إن جاك قدر يوصل لنيويورك، وبيقولوا إن هو لقى ناس لسه عايشين هناك. فبيفرح نائب الرئيس بالخبر ده وبيلقي خطاب للشعب الأمريكي وبيقولوا إنه غلطان لما هو فكر إن هو يقدر يقف قدام الطبيعة، وبيعلن عن عملية كبيرة لإنقاذ الأشخاص المحاصرين في الإعصار. وبعدها طيارات الإنقاذ بتوصل لنيويورك وبياخدوا جاك وابنه وكل اللي معاهم، وبنشوف طيارات إنقاذ كتيرة بتكون على أسطح المباني علشان تنقذ الناس. وفي الوقت ده رواد الفضاء بيكونوا سعداء جدا لأنهم بيشوفوا كوكب الأرض رجع لطبيعته بعد انتهاء الإعصار. وهنا بيخلص الفيلم، نتقابل في الفيلم الجاي. شكرا ليك يا صديقي.